النهارده بقى هنعمل الكنافه الطيبه دي لانها باقل نسبه سكريات وبدون شربات وبدون مكسرات وكمان بدون فرن. في 10 دقايق بتكون جاهزه مقرمشه ولذيذه وطعمها حلو قوي. تعالوا اقول لكم عملتها ازاي. بس قبل ما ابدا، انا اسمي ايمان. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتي الجديده، وشير ولايك لو الوصفه عجبتكم. ويلا نبدا على طول. معايا تقريبا 200 جرام من الكنافه. ده طبعا ممكن الكميه تزيد او تقل حسب الحاجه اللي هنسوي فيها الكنافه. عشان اكسرها باسهل طريقه حطيتها في الفريزر ساعه او ساعتين، او لو بايته في الفريزر كمان بتبقى احسن. اول ما بمسكها كده واكسرها بين ايديا بتتفرفد على طول وبتبقى حتت صغيره. هحط عليها ربع كوبايه من السمنه السايحه متسيحه بس مش سخنه، وكمان معلقه كبيره من السكر البودره. هفركهم بقى مع بعض كده كويس عشان السمنه والسكر تغلف كل الكنافه، بحيث ان هي لما نمسكها كده بين ايدينا تلاقي ان هي خلاص يعني كلها فيها سمنه وقوامها هيكون متماسك بالشكل ده. هحضر بقى الطاسه اللي انا هسوي فيها الكنافه تكون من النوع اللي ما بيلزقش، وهحط فيها معلقه كبيره من السمنه، بس ما تكونش السمنه سايحه ولا تكون جامده، يعني تكون بس طريه كده بدرجه حراره المطبخ. وهدهن بقى الطاسه لان ده هيبقى الوش بتاعي. المهم بس اني اوزع السمنه كويس بالشكل ده، وابدا بقى انزل فيها الكنافه. هوزع الكنافه بالطريقه دي كده زي ما اكون برشها، ولو في حتت فيها سمنه بفكها علشان ما تكونش كده مكتله وحتت فيها سمنه وحتت لا. هوزعها بالطريقه دي لحد ما احط الكميه كلها. انا مش هحشيها، لو عايزه احشيها بحط نص الكميه وبعدين بحط الحشوه في النص وبعدين بحط الكميه التانية. وفي الاخر بقى بضغط عليها كويس جدا وبسوي كمان الاطراف وبغطيها وبسويها على عين البوتاجاز من فوق. هحطها على نار ما بين الهاديه وما بين المتوسطه. هتاخد حوالي 5-6 دقايق او لحد ما تلاقوا الاطراف بقى لونها ذهبي بالشكل ده. وهقلبها علشان تستوى كمان من الناحيه التانية، بس ما نقلبهاش الا لما نتاكد الاول انها اخدت اللون الذهبي ده من تحت واستوت تماما. عشان بقى اسوي الناحيه التانية هدهن برده معلقه كبيره من السمنه في الطاسه، وبعدين انزل فيها الكنافه بالشكل ده وهغطيها وهسويها برده بنفس الطريقه. مهم ان النار ما تكونش عاليه قوي علشان الكنافه ما تاخدش لون او تتحرق بسرعه، ولا برضو النار تبقى هاديه قوي علشان الكنافه ما تنشفش. بس كده اول ما بتطلع وهي سخنه بحط عليها رشه من السكر. لو عايزينها تبقى مقرمشه ولذيذه كده هنحط عليها سكر بودره بس، لكن لو عايزينها قطره ممكن نحط عليها شربات او عسل. وفي الاخر بقى زينتها بشويه من جوز الهند وكمان شويه من السوداني المجروش. بس كده بتتقدم بقى وهي سخنه، بتبقى خطيره ومقرمشه ولذيذه جدا. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناه. اشوفكم الفيديو اللي جاي، وبالهنا والشفا.